السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم من جديد. معكم ياسمين من قناة لمسات سمسومة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحدة من آلات السلطات اللي عندي معتمدة في كل صيف. سلطة المعكرونة بالخضار غنية جدا ومشبعة، كتجي لذيذة بزاف. إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. وباش ما نطولش عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، ونبدا على بركه الله بطريقه التحضير. هنا جبت مقلاة عملت فيها القليل من الزيت النباتيه وعملتها فوق نار متوسطه حتى يسخن الزيت. وفي جهه اخرى في اناء عملت القليل من صدر الدجاج اللي قطعته قطع صغيره بهذا الشكل هذا. ضفت عليه واحد الملعقه صغيره ديال لاموطارد والقليل من الملح والقليل من الاوريجانو والقليل من زريعه القزبر المطحونه. ثم غنحرك مزيان هذا الدجاج مع التوابل. اكتفيت فقط بهاد التوابل كيجيو لذاذين بزاف بهذه الطريقه، وهيدا غادي نبقى نحرك حتى كيتشربوا النكهه ديالهم. هنا فوق المقلاة بعد ما كيكون الزيت سخن غادي نبدا نضيف الدجاج ديالي شويه بشويه بهذه الطريقه هذه، وغادي نبقى نحرك تحريك مستمر حتى كنلاحظ ان الدجاج ديالي تبدل اللون ديالو طاب مزيان. وهنا بعد ما كنلاحظ ان الدجاج ديالي صافي طاب غادي نزولو من فوق النار وغادي نصفيه من الزيت وغادي نخليه جانبا حتى كيبرد. وغادي ننتقل لتحضير المكرونه. جبت هنايا 4 كيلو ديال المكرونه. انا استخدمت هذه اللي كتكون لولبيه، نتوما تستخدموا اي نوع متوفر عندكم. غادي نعمل المكرونه ديالي في الماء وغادي نضيف عليها القليل من الملح وايضا القليل من زيت الزيتون وغادي نخليها حتى تسلق بطبيعه الحال فوق نار متوسطه. وبعد ما كتسلق كنصفيوها من الماء وكنغسلوها بالماء بارد باش ما كتبقاش معجنه وكنخليوها حتى كتبرد. وهنا ننتقلوا باقي المكونات. جبت هنايا القليل من هاد الطماطم الصغيره اللي كتكون بهذا الشكل هذا ولا طوماط سوريس، وغادي نقطع كل قطعه على 4 ولا على 6 على حسب الحجم ديالها، وغادي نستمر بنفس هاد الطريقه حتى نساليها كامله. وبعد ما كنقطعها غادي نغسلها بالماء باش غادي نزول منها البذور والماء اللي كيكون فيها. وهنايا جبت واحد الحبه كبيره ديال الخيار وغادي نقطع ايضا مربعات صغيره بالشكل اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو. ايضا هنايا جبت القليل من الخس اللي غسلته مزيان وزولت منه الغبره اللي فيه وغادي نقطعه بهذا الشكل هذا. وجبت هنايا القليل من الزيتون غادي نزول منه العطمين. اذا كان عندكم الزيتون اللي كيكون مزول منه العطمين من الافضل قطعوه، اولا الزيتون اللي كيكون مقطع دوائر استخدموا اي نوع عندكم ديال الزيتون. وانا هنا هذا بعد ما غادي نزولوا العطمين غادي نقطعوا قطع صغيره بالشكل اللي غادي تشوفوا معايا ايضا في الفيديو. هذا الزيتون بعد ما قطعته كذلك استعملت هنايا واحد العلبه من المايس قطرتها من الماء ديالها. وهنا كنتقن الافوكا، عندي هنا حبه من الافوكا. غادي نزول ديك العطمينه اللي كتكون فيهم وغادي نزول القشور اللي فيها وغادي نقطعهم مربعات صغيره بالشكل اللي غادي تشوفوا معايا. هنا بعد ما حضرت جميع المكونات غادي نحضر صلصه المايونيز اللي غادي نعملها في هذه السلطه. هنايا عملت بيضه واحده وكنبقى نضيف عليها الزيت النباتيه بالتدريج حتى كنحصل على القوام ديال المايونيز اللي خصني. وهيدا غادي نبقى نضيف الزيت النباتيه تدريجيا بالشكل اللي كتشوفوا معايا مع التحريك المستمر من حين لاخر بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للتوابل اللي عملت هنا عملت القليل من القزبر المفروم وايضا غادي نضيف القليل من زريعه القزبر المطحونه والقليل من الاوريجانو والقليل جدا من الملح بهذا الشكل هذا وملعقه كبيره من الخل. وغادي نخلط كل هاد المكونات مع بعضهم حتى نحصل على هذا القوام هذا هو القوام اللي خصني. اذا بغيتوه يكون اتقل من هذا القوام كتبقاو تضيفوا الزيت النباتيه حتى كتحصلوا على القوام اللي خصكم. هنايا بعد ما كتسلق المكرونه وكنصفيها من الماء كنضيف عليها كل المكونات اللي ذكرت لكم. هنايا ضفت الدجاج وضفت ايضا الطماطم وكنضيف الخيار اللي قطعته وكنضيف كذلك الخس. هنايا كنضيف المايس والزيتون اللي قطعته معكم. ثم كنضيف الافوكادو كذلك غادي نضيف صلصه المايونيز اللي شاركت معكم. وغادي نحرك كل هاد المكونات مزيان مع بعضهم حتى كيندمجوا لي. وصافي هنا بعد ما كنحرك المكونات مع بعضهم مزيان غادي نقدم السلطه ديالي وهي بارده بطبيعه الحال. بحال اللي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي لذيذه وهائله ورائعه في المذاق. كونوا اكيدين انكم اذا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم.
يمكن تحضروا هاد السلطة كوجبة خفيفة للعشاء، او يمكن تحضروها لاوقات العمل او اوقات النزهات على حسب الرغبة ديالكم. فهي كتجي مشبعة جدا، دغيا كتشبع. وما تنساوش اذا عجبكم هاد الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء والاقارب كي تعم الفائدة. وكذلك اذا كنتوا جداد في القناة فكيفرحني انكم تدعموني وتشاركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وهنا كنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الرحمن، الى اللقاء.